السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض تورتة، آه، بمقدار 4 بيضات. تورتة صغيرة يعني، بس ان شاء الله تعجبكم. معانا هنا المقادير. كوباية ونص دقيق منخولين كويس جدا جدا. تمام. ومعايا 4 بيضات، ومعايا معلقة بيكنج باودر صغيرة، ومعايا فانيليا، ومعايا نص كوباية سكر ونص كوباية مية، ومعايا محسن الجل. طبعا انا التورته دي النهارده كان عيد ميلاد ابني، فكل سنه وانت طيب يا سراج يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. فكان عيد ميلاده، فقلت اعمل له تورتيه كده صغيره كده محندقه. مش عارفه ايه اللي خلاني عملتها صغيره، مع اني يعني كل سنه بعملها له كده حلوه وكبيره، بس مش عارفه المره دي ضربت في دماغي كده. قلت قلت ان شاء الله. طبعا بما ان اول مره ان اعمل معاكم تورته، فقلت هعملها يعني حجمها صغير، عشان اللي عايزه تعملها على طول، يعني ما تشوفش ال8 بيضات وتتخض تقول لا لا ده مقدار مش عارفه. فانا قلت انا ابتدي معاكم واحده واحده كده من الصفر. عملتها صغيره، فيعني 4 بيضات مش حاجه يعني. تمام كده. والدقيق انا ما جبتش دقيق سبونج. الدقيق اي دقيق عندك في البيت متاح. تمام. تابع معايا كده المكونات وشوفيني انا بعمل ايه. انا زي ما قلت لكم دلوقتي جبت البوله، وحطيت فيها 4 بيضات، وحطيت فيها نص كوبايه سكر وفانيليا. عايزه تحطي فانيليا سايله عادي المتاحه عندك، اللي هي التانية البودر بردك مفيش مشاكل. تمام كده. يبقى حطينا البيض، حطينا 4 بيضات، وحطينا نص كوبايه سكر، وحطينا الفانيليا، وهنحط معلقه كبيره من محسن الجل. تمام كده. نحطهم مع بعض في العجان زي ما انتم شايفين حبايبي، وهيضربوا ضربة قوية جدا جدا جدا. شغال العجان على اعلى سرعة الاول كده. دقيقة كده بسيطة كده، يعني ايه، لفة يا دوبك بس تلف المقادير، وبعدين على اعلى سرعة لحد ما المقدار ما يضاعف معاكي. طبعا كل حاجة هتشوفوها. التزموا بالمقادير يا جماعة، عشان خاطر الكيكة ما تبص منكم. طبعا انا عليت سرعة العجان عشان يرفع معايا القوام زي ما انتوا شايفين. حطينا البيض والسكر والفانيليا ومعلقة المحسن الجل. طبعا زي ما انتوا شايفين ابتدى الخليط معانا يفتح زي ما انتوا شايفين حبايبي. نسيبه حوالي 8 دقايق. طبعا انا وريتكم خطوة بخطوة، شايفين كل مدى الخليط بيفتح معايا والكمية بتزيد. واهم حاجة يا جماعة يكون على سرعة عالية. شايفين حبايبي؟ شايفين البولة اتملت ازاي؟ طبعا هنا معايا نص كوباية مية. هحط المية شوية بشوية، يعني ما تكبش المية كلها مرة واحدة عشان الخليط ما يهبطش معاكي. طبعا هنا المية كانت بتطرطش، فحطي المية بشويش.
زي ما انتوا شايفين حبايبي. طبعا اليوم ده كان صعب جدا، كان سبحان الله. يعني كان معايا شغل كتير، تنفيض ومسح وغسيل وتنظيف فراخ وطبيخ لما جبت اخري والله. انا كان نفسي، يعني كنت عايزه اجل عيد الميلاد تاني يوم، بس مرضتش. يعني انا قلت انا هعمل التورته، ويعني ايه مش مشكله يعني، تعب بتعب. فكان نفسي اعمله في يوم تاني، فكنت عايزه اعمل جنبيه شويه حاجات كده. كنت عايزه اعمل دوناتس و... وسينابون وسيسرول، بس للاسف يعني مش عارفه والله، الظروف جت كده مش عارفه. يعني انا مش عارفه، مره واحده كده انا يعني قلت خلاص انا هعمل له تورته صغيره كده على قدنا كده محندقه. حتى والله ما عزمتش حد والله، يعني كنت انا واولادي بس. و فقلت خلاص يعني مش مشكلة، ان شاء الله السنة الجاية بإذن الله هعمل له عيد ميلاد كبير بإذن الله، ربنا يديله الصحة. زي ما انتوا شايفين حبيبي، انا حطيت المية تدريجيا. دلوقتي هنحط الدقيق، كوباية ونص دقيق، بنخلوهم كويس جدا جدا جدا، ومعاهم معلقة صغيرة بيكنج باودر. طبعا لما اجي احط الدقيق معلقه بمعلقه، مش مره واحده هحط الدقيق هيهبط معايا الخليط. لازم تحط الدقيق تدريجيا، هتشوفوا دلوقتي معايا. وههدي سرعه العجان، يعني لما تيجي تحط الدقيق تهدي سرعه العجان عشان الخليط ما يهبطش بردك منك، يا دوبك كده بالراحه. طبعا دي اخر مرحله معانا. زي ما انتوا شايفين. والله يا جماعة أنا في اليوم ده يعني بدعت بدع ما أقولكوش، يعني أنا جيت في الآخر عفوا وأنا بفنش التورتة مش عارفة مرة واحدة كده. هو مبدئيا ابني كان عايزها كلها بالمانجا، احشيها لي يا ماما مانجا، ومن فوق كلها اعملها لي بالمانجا. طبعا معايا ابني التاني ما بيحبش المانجا خالص، فأنا قلت طب أعمل إيه يا ربي، يعني محيرني. فانا قلت خلاص انا هعمل هحشيها في النص جيلو مانجا، تمام كده. ومن فوق يعني ايه بردك هعمل جيلو احمر على كريمه بيضه، بحيث ان يعني ارض الاطراف ان ابني بردك ياكل منها. بس بردك ابني زعل، كان نفسه انها تكون كلها مانجا. فانا قلت له ان شاء الله باذن الله السنه الجايه باذن الله هعمل لك تورته بقى ايه، ما اقولكش هغرقها لك كلها مانجا في مانجا. طبعا هنا خلاص خلصت ضرب، وهنا معايا الصينيه. زي ما انتوا شايفين حبايبي، بطنيها بحبة زيت في القعر، حبة صغنانين، وتحطي اي ورقة من عندك، ورقة كراسة رسم، وتحطيها في قعر الصينية، وتيجي من الجوانب بردك تقطعي على قد مقاس الصينية، وتحطي تلزقي الورق بيها. تجيبي حتة عجينة من العجين خليط الكيك ده، وتحطي في الاطراف كده وتلزقي الورق بيها عشان الورق يمسك معاكي كويس في الاطراف. طبعا انا الخليط بقلبه، ممكن يكون في دقيق مثلا في قاع البوله، فخلي بالك يعني تقلبيه كويس كده يمين شمال كده، عشان ممكن يكون في دقيق مترسب في قاع البوله او حاجه. دلوقتي انا هصب الخليط. زي ما انتم شايفين الصينيه دي الصينيه اللي هي الوسطانيه، اللي هي في الصواني اللي هي المستطيله.
في المقاس الكبير والوسط والصغنونة، اهدي الوسطانية حجم متوسط. طبعا انا المفروض كنت عملتها في الصغيرة، كانت طلعت يعني حجمها كبير، بس انا قلت لا، انا هعملها في الحجم المتوسط ده وخلاص. على فكرة كمان الصينية دي تاخد برضك المقدار 6 بيضات. 6 بيضات يعني هتبقى ممتازة، هتترفع معاكي وهتبقى حلوة خالص. طبعا زي ما انتوا شايفين، طبعا طبعا يا جماعة تدخلوها الفرن على 180 درجة، هتاخد معاكي ساعة الا ربع. انا ما خدتش معايا ساعة الا ربع، خدت اقل من ساعة الا ربع، يعني متهيألي نص ساعة و5 دقايق كانت استوت. بس زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، طبعا طالعة طرية وهشة وجميلة جدا. تحطيها في الرف الوسطاني على 180 درجة، وتختبريها بعد ساعة الا ربع. تختبريها بسكينة كده، ولو طلعت عجين تبقى لسه، ولو طلعت ما فيهاش اي حاجة السكينة يبقى استوت. وتسيبيها في الفرن حوالي دقيقتين وتطلعيها عشان ما تهبطش منك. وبعد ما تبرد تغطيها بكيس، تقفليها بكيس كده كويس جدا. وانصحك لما تيجي تعملي تورته تعملي قبلها بيوم، يعني تعمليها قبلها بيوم بحيث ان التورته تستريح معاكي، عشان تاني يوم لما تيجي تجلسيها ما تتكسرش منك. طبعا انا ما عملتها في نفس اليوم، يعني خدت ساعة او ساعتين من على ما بردت، وبعدين اشتغلت فيها على طول. كنت خايفة انها تتكسر مني صراحة، بس الحمد لله يعني تمام كده. دلوقتي انا بعمل في الكريم شانتيه، معايا كوبايتين كريم خام شانتيه على كوبايتين ميه متلجين. الميه تكون متلجه عشان الكريمه تبقى ماسكه معاكي، دي اهم خطوه تعمليها. تحط كوبايتين ميه كده في الفريزر يتلجوا، وبعدين تحطيهم في البوله، وتحط عليهم كوبايتين كريم شانتيه ونص كوبايه سكر، وتخليهم في البوله كده مع بعضهم كده ياخدوا ويدوا لحد ما تلاقي الكميه نفشت معاكي وكترت معاكي. وما تزوديش ميه، اوعي تزودي ميه. يعني الكوبايه الكريمه بتاخد في الشتاء ممكن كوبايه ونص، لكن في الصيف بتاخد كوبايه. تمام كده، عشان لو زودت ميه زياده عن اللزوم الكريمه هتسيح منك. فنخلي بالنا يا جماعه من المقدار لو سمحت. هنا طبعا انا بقشر وش الكيكه. على قد ما تقدري كده اشتغلي فيها بالراحه على مهلك عشان ما تتكسرش منك. تشيلي الوش عشان تعرفي تجلسي بالكريمه، وتقطعي الاطراف الجوانب عشان تبقى مظبوطه معاكي. زي ما انتوا شايفين حبايبي. طبعا انا على قد ما بقدر بظبط الكاميرا عشان تشوفوا كل حاجه. شايفين الكيكه حلوه ازاي؟ طبعا انا هقطعها على 3 طبقات
انا كان نفسي اعملها مدورة، بس هو ابني قال لي لا انا عايزها مستطيلة، اعملها لي مستطيلة عشان لما تيجي تقطعها لي تقطعها لي زي الجاتوه. قلت له حاضر تمام، مفيش مشاكل. ادي اول طبقة كده معايا. طبعا انا لما جيت جلست التورته، ابدعت بدع ما اقولكوش، يعني حاجه ما يعلم بها الا ربنا والله. يعني انا واقفه كده ومش عارفه اعمل ايه في التورته، مش عارفه ارسم ايه ولا احط ايه ولا اعمل ايه، مش عارفه. ابني جه وقف جنبي قال لي يا ماما تعالي اعملي كذا وحطي هنا كذا. ونصيحه مني ليكم، ادي اللي اخرتها اللي بيسمع كلام العيال يعني بيروح في داهيه. يعني والله العظيم انا جيت في الاخر وصرخت، قلت له ابعد مني عشان اعرف اشتغل فيها. يعني انا اولادي دايما ربنا يخليهم لي يا رب، يحفظهم لي من العين. دايما رايحين جايين عليا في المطبخ وبيقولوا ارائهم، يعني يا ماما ده حلو، يا ماما اعملي ده كذا، لا ده يعني انا عندهم حب واستطلاع في الطبيخ وفي الاكل. وبالذات لما باجي اعمل تورته يعني بيحبوا يقفوا جنبي كده. يا ماما احنا عايزينها كذا، حط لنا مثلا لون كذا. فانا بحب انهم يشاركوني في ارائهم. طبعا زي ما انتوا شايفين حبايبي، هنا حطيت طبقة كريمة وافردها كويس جدا. حطي كده طبقة حلوة كده وتجلسيها كويس. طبعا هنا ما كانش معايا قاعدة ان احط عليها تورته، فقلت خلاص انا هجيب صينية وهعمل عليها. اهم حاجة تسويها على قد ما تقدري. احط عليها هنا جيلو مانجا. طبعا انا نسيت اقول لكم في الاول يا جماعه، البخاخه اللي جنبي دي فيها شربات. الشربات ده عباره عن كوبايه سكر وعليه كوبايتين ميه. تمام، نحطهم على النار وبس يغلوا غلوه واحده وتطفي عليهم وتحط هي شويه فانيليا. ده السيرب بتاعك اللي هتشربي بيه الكيك، بيخلي كده بيدي الكيك كده طراوه كده، بيفضل طري، محافظ على طراوته. تدخليه التلاجة ما ينشفش منك، يعني بيبقى طري كده وحلو زي ما انتوا شايفين. حطيه في البخاخة وترشي يعني في جميع الاتجاهات. طبعا هنا أنا حطيت الطبقة التانية زي ما انتوا شايفين. وجلستها بالكريمة وحطيت هنا جيلو فراولة. طبعا هنا الصينية كانت رخمة، فما كنتش عارفة يعني اعمل. يعني لو كان معايا القعدة اللي هي قعدة الكرتون دي بتاعت التورت كانت ريحتني، لكن هنا الصينية زي ما انتوا شايفين فيها حز كده، ما كانتش مخلياني اخد وادي في تجليس الكيكة. فخلي بالك طول لما تيجي تعملي اي حاجة تورتة مدورة او مستطيلة لازم يكون معاكي القعدة بتاعتها اللي هي بتبقى قعدة كرتون.
بتتحط تحت قاعدة الدوارة دي، فوق قاعدة الدوارة، وتحطي من فوقيها التورتة. طبعا هنا انا حطيت الطبقة اللي هي الاخيرة التالتة، تمام كده. وبعدين جلستها في الاخر زي ما انتوا شايفين. انا قلت لكم انا يعني ابدعت فيها، ابدعت. يعني انا ما صدقت اللي انا خلصت منها والله. زي ما انتوا شايفين حبايبي. طبعا تجليس التورته دي كل واحده وحسب ذوقها، وحسب الحاجه اللي في دماغها، اللي عايزه تعملها في التورته. يعني انا طلعت معايا كده ان اعمل نجوم كده صغننه كده حوالين الجوانب. قلت برضك هتدي شكل كويس حلو زي ما انتوا شايفين. بس الحمد لله، يعني النتيجة في الآخر كانت مرضية، يعني الحمد لله، يعني كانت جميلة جدا يعني من جوه. يعني ما شاء الله، كان طعمها جميل 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 صراحة. والطبقات بتاعتها كانت جميلة، جيلو مانجا على جيلو فراولة، حاجة كانت جميلة، كانت بتدوب دوب كده في البق. عايزة اقول لكم اللي انا عملت قبل كده يعني تورت كتيرة، اعياد ميلاد اولادي، كنت بعمل لهم على طول تورت، بس تورت يعني بسم الله ما شاء الله. يعني انا كان نفسي اتمنى ان فيها دي، إني كنت في اليوتيوب كنت صورتها والله العظيم، بس للاسف ما كنتش بصور يعني ما. يعني تورت جميلة جدا جدا باذن الله، والله هكررها باذن الله تاني التورت دي عشان تشوفوها معايا باذن الله. طبعا كده انا خلصت تجليس الجوانب زي ما انتوا شايفين. هنا طبعا جيت في النص، عملت برضك قسمتها بالنص، عملت النجوم. وقلت عشان اعمل زاويتين، زاوية هعمله بالجيلو الاحمر، والزاوية التانية كتبت عليها هابي. وبرضك بعد الفيديو، بعد ما خلصت الفيديو طبعا انا المفروض كنت كتبت عند الجيلو الاحمر، كملت الجملة بيرزي داي، طبعا انا ما كتبتهاش. فدي برضك ايه، مش عارفه، انا كنت واقفه كده مش عارفه اعمل ايه صراحه والله. ما فيش، ما ابني واقف جنبي يا ماما مش عارفه اعملي دي كذا، لا حطي ده، لخبط. اللي كنت عايزه اعمله، انا كنت عايزه اعمل شبابيك زغنطوطه كده، مربعات صغيره كده وحواليها نجوم، واحط جيلو مانجا وجيلو فراوله وسبرينكل اللي هو الصغنون ده. كان معايا الوان كتيره، يعني معايا فضي ولبني وابيض و... بينك، يعني كان معايا الوان حلوه. فكان في ذهني حاجه معينه كنت عايزه اعملها، بس هو جه جنبي وقلب الدنيا خالص. وادي اللي يسمع كلام العيال في الاخر عشان تشوفوا. طبعا انا شكلها كده ما عجبنيش، فجيت بعدين بعد ما خلصت و شفت شكلها كده، قلت كملت الجملة، كتبت من عند الجيلو الأحمر بيرزي داي، وعملت قلب صغنن،
وكلمة هابي عشان تشوفوا بقى العمى. انا اتعاملت فيها دي. كلمة هابي نسيت حرف الاي، عملت اتش بي بي واي. طب فين الحرف الاي؟ جه جوزي واقف جنبي بيقول لي طب فين حرف الاي؟ قلت يا لهوي، ده فين حرف الاي؟ صح، انا ده انا نسيته. يعني انا كان دماغي ده، يعني كان يوم ما يعلم بالله ربنا. من كتر والله العظيم يا جماعة، من صباحية ربنا لحد الصبح وانا يعني شغل خدم، يعني مصبين غسل مواعين وطبيخ وغسيل ونشير لما خلاص. بس الحمد لله كانت النتيجة مرضية وكانت حلوة وابني اتبسط، فالحمد لله يعني. طبعا انا هوريها لكم من فوق، شايفين؟ شايفين يا جماعة؟ طبعا هتشوفوا بإذن الله في الصورة المصغرة بقية التجليس بتاعتها، يعني هتشوفوا بير زي دي انا كتبتها، وكلمة هابي دي برضك انا عدلتها بالقمع. ال... ال... شايفين؟ عدلتها بالقمع بعدين لانها الكلمة ما كانتش يعني ايه، كان الحروف ما كانتش واضحة شوية، فعملتها بالبلبلة، كبرتها شوية على قد ما قدرت. وده الشكل النهائي، ويا رب يكون عجبتكم. وكل سنة وانت طيب يا حبيبي يا سراج، واي حد عيد ميلاده يوم 19/11 كل سنة وهو طيب.